اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنساوناش من لايكاتكم فضلا وليس امرا، وندخلوا في صلب الموضوع مع مغربيه في ماليزيا. واخيرا البنات، بعد عناء طويل وبعد فراق وبعد الم وبعد وجع وبعد اش غادي نقول لكم عنف نفسي ولفظي وجسدي وبزاف ديال المشاكل دازت على هذه السيده. واخيرا غادي نقولوا الف مبروك لسكينه اللي اتصل بها غادي نقولوا الزوج ديالها وبغى يجي، ولكن حطاتو ليه وحداتهم لي، حددت ليه السرعه، قالت ليه صافي طريق، يا تشدها معايا تقود يا ما تقودش. الحمد لله السيد قبل انه يقاد لها الفيزا مقابل الفلوس. البنات هادشي علاش كان كيقلب في الاول راه وصل ليه، يعني ما كاين لا داك الصلح لا زعما هي كانت ناويه. راكم شفتوا مسكينه كيفاش فاش تيجي للدار وكتستقبلوا وكتحاول تتذكروا في الايام واش من ايام، ولكن هو السيد عيني خارجين على ود الفلوس. حنا قلنا هاد السيد هذا يقدر فعلا يكون تزوج وعنده شي مرا واحده اخرى، هادشي علاش ما كيتبان ليهش كاع سكينه ولا ما على بالوش بيها. ولكن بناتو باش يمشي يشري سيرفيت من ما عرفتش هذيك الماركه، ويشري اختي الحوايج الراسو، ويشريو البنيتات مساكن لا ما صرفت عليهم هم ياكلوا، ولا ما شرات لهم هم الحوايج ما يلبسوا، ولا ما حفظتهم هم يقراو، ولا ما خرجتهم هم يخرجوا، ولا فين هو الدور ديالو هو. انا ما كذبش عليكم، سكينه عجبتني في الفيديوهات الاخيره، الفيديو ديالها الاخير صافي حطت النقط على الحروف، قالت ستوب لهاد الحياه كيف ما بغات تكون، غادي خاصها دير الحل. صافي داك الشيء هاك في الاول كانت تدير كواك، بغات مسكينه لعل الله وعسى انه زعما قلبو يحنان ويرطاب على بناته ويقول راه عيب انني نشد من عدد السيده الفلوس على ود يعني علاش تشدي من عند الفلوس وتبوت بناتها؟ علايش؟ ولكن ما كاينش بديل، ما كاينش حل، خاصها تعطيه الفلوس، خاصها تعطيه الفلوس. لكن الحاجه اللي زوينه انها غتعطيه الفلوس وغيمشي في حاله، ما غاديش يسكن معاها، ما غاديش يبقى معاها، سكينه غادي تبقى مع بنياتها. هادشي اللي قالت. اما اشنو غيوقع من بعد علم لله. نتمنى يبقى في الكلمه ديالو ويبعد من هاد السيده، يخليها تعيش بسلام. راه السيده تعذبات بما فيه الكفايه، راه السيده تمحنات بما فيه الكفايه. صافي الله يسهل عليه، مشي بغى يتزوج كان مزوج، الله يسهل عليه. المهم يخلي هاد السيده في التقار. راه كيف ما تنقولوا بالغ السيل الزبا، راه يكفي. ماكلات عصا بالقليل، ماكلات هضره خايبه بالقليل، ماكلات اش غادي نقول لكم. داك الشيء كان عندها مسكينه وصل لواحد الدرجه البنات ربما ما كتشاركش معكم كل شيء. راه واخا تشوفوها يعني كتشارك كل شيء، ولكن راه ديك المعاناه ديالها راه كتبقى ليها، هي اللي عاشتها. واخا تبغي تشاركها معكم باي طريقه ما غاديش توصلها لكم بالطريقه باش عاشتها. يعني راه العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف النفسي والقهري جاء طبقهم عليها كاملين. هاد الانسان نرجسي لا يعاشر. كيف ما قلت ليها الحمد لله انا كنت نقول تعطيه الفلوس ولكن ما تعاشرش معاه. ما نقدرش انا عن نفسي، ما نقدرش نشوف واحد السيد عطيته الفلوس وجالس ياكل فيا ويشرب فيا، ودوك الفلوس اللي عطيته كيخسرهم في جهه اخرى، ما كيخسرهمش لا على بناته ولا على حتى شي واحد. حنا علاش كنتزوجوا في هاد الدنيا هادي؟ علاش زوجين؟ علاش واحد تيتك على الاخر؟ باش نكملوا بعضياتنا، ماشي باش واحد يقهر واحد. الراجل مثلا تخيلوا معايا كون كانت المراه مثلا، شو ربي كيفاش قسم الادوار. الراجل كيمشي يخرج كيخدم وكيدمر وكيجيبها من فم السبع لولادو، والمراه كذلك داكشي اللي كيجيب الراجل كتستثمروا هي في دويرتها لداخل، كطيب لوليداتها، كتلبس وليداتها، كتنقيهم، كتجفف ليهم، دير لهم الخبيز. يعني اش غادي نقول لكم؟ يعني راه لما كانش التعاون في الحياه الزوجيه غير بلاش منها. هاد السيده هادي كتحس بالحمل تقال عليها من جميع النواحي. واش انت عاطي وجهك للكاميرا، شي كيقول فيك كلمه زينه وشي كيقولها فيك خايبه، كيقطعوا في ظهرك ليل ونهار، وعاطيه ظهرك الدقه ديال الراجل اللي كلامه سام، ما باغي يصرف، ما باغي يهز مسؤوليه بناته. عائلتك ما قنعاناش تشوفها فيها، ماشي جوج مرات في العام ومره مشيتي عندهم يديك فوق راسك مفروقه على بناتك وحالتك حاله. اش من حياه عندك؟ اش من حياه البنات السيده عاشت؟ اش من حياه؟ راه يلا بنت 90 مالا واش شارفه؟ راه يلا بنت 90 مسكينه. علاش انا تبقى تدمر في راسها؟ انا ما نكذبش عليكم، الحمد لله اللي انه قال ليها واخا، وقلت لها فيق بكري، قلت لها سيري في النبر شدي النوبه، المهم تقات لي على هذا النهار وسيري وديري هذه المحاوله. نتمنى يبقى في الكلمه ديالو، وما يتراجعش،
لانه ما تعرفي داك السيد راه اليوم عنده عقل وغدا عنده عقل اخر. نتمنوا ما يخدلهاش ويقاد ليها هاد الفيزا ويخليها تعيش بسلام مع بنياتها، لان والله العظيم الا بزاف. المهم البنات، والله العظيم كيف فرحت، بغيت نفرحكم معايا. وطبعا سكينه دابا تخرج لكم حتى في فيديو ضروري تقول لكم هذا الشيء. لان علاش؟ لان هذا خبر زوين وبزاف ديال الناس بغاوها توصل الحل اللي يكون في صالحها، طبعا ماشي في صالحه هويا، لان كاين بزاف ديال الحلول في صالحه اللي غتقدر تخلي ليه البنات وتسمح في كل شيء وتمشي لبلادها. هذا ماشي حل، لان غادي تفرق على بناتها وهي هادشي كامل دايره على بنياتها. هذا هو الحل الاجدر ولا الامثل كيف ما تنقولوا، انها تبقى حدا بنياتها وهو يصايب لها الفيزا وتعطيه الفلوس البنات اللي طالب راه مبلغ خيالي. راه السيده غتسلف غير من عند راجل صاحبتها كيف ما قالت لكم. راه ما عرفتش والله العظيم، هذه في حد ذاتها راه مغامره معاه، لانه هو واحد السيد ماشي ديال محل الثقه. ماشي تقولي مثلا غندي راه خايبه في هذه القاعده وخايبه في هذه القاعده، ولكن راه واحد الانسان اللي تقدري تثقي فيه. لا، تقدر مثلا داك السيد يخدلها حتى في الفلوس، راه الله اعلم شنو غيوقع من لقدام. نتمنوا خير، نتمنوا انها تعطيه الفلوس وما يخونش الثقه ويمشي معاها كيف ما تنقولوا في الطريق على وجه دوك البنيتات، وتا هو يمشي يعيش حياته وصافي. ولكن راكم عارفين اللي مبري يقدر يسالي دوك الفلوس في اي لحظه. والله العظيم تبقى نفكر في من هاد الناحيه، ولكن تتقولي ما كاينش حل. السيده راه مشى ليها الوقت البنات، ضاع ليها الوقت. راه شهور بقات لها شهرين، شهر جوجها واحد العين كغمضها. راه الوقت يسيطير. يعني لما دارتش هاد لما غامرتش ما عندهاش حل. خاصها تغامر في جميع الاحوال، خاصها تغامر هاد المغامره. وكتقول مني جات في الفلوس، واخا تولي تاني خدامه على الدين وهذا، وخاصه تاني بزاف ديال الحوايج تابعينها بغات ديرهم. ما عرفتش والله العظيم. الله ييسر ليها، دعواتكم معاها ان شاء الله يكون خير. وبالنسبه لواحد النقطه بنطرق ليها، الناس اللي كيقولوا عنفها وقجها لي حتى لدرجه هذا وهذا، حتى نطقت الشهاده وعلاش ما مشاتش للبوليس هي راه عندها دوسي البنات عند البوليس على هذا الشيء هذا كامل. وكان وقع واحد المشاكل بينها وبينه، ومشات دارت تنازل. علاش كانت دارت تنازل؟ على ود انه مشى هو بغى يدير بها شكايه بانها كتصوروا ولا ما نعرف. كانت داز هادشي كامل، كان داز في الفيديوهات ديالها. هادشي كامل كان داز في الفيديوهات ديالها، وما كملتش في ديك الدعوه لان عرفات راسها الا كملات فيها هي اللي خاسره. دابا سكينه ما كتقلبش على الفراق، خصكم تعرفوا هادشي. هاد السيد ماشي ما بغاش تفارق معاه حبا فيه، لا، الا تفارقت مع السيد غتفارق مع بناتها. هذا هو القانون تماك. تفارقتي مع السيد غتمشي لك الحضانه. هادشي علاش هي متشبته بداك الحبل وديك الكلمه ديال الزواج فقط في الورق وليس في الحقيقه. اما في الحقيقه شيء اخر. كيف ما كتشوفوا راه ما كاين لا زواج لا والو. السيد نهار عندهم وشهر غابر، يومين تما وسيمانه ما كاينش. يعني العلاقه ديالهم اصلا كزوجين راه ما بقاتش، يعني في الشرع راه تنظن ما بقاتش كاع محلله، ما بقاش. لان السيد ما كاينش كيف ما تنقولوا هاجرها. واش هاجرها 4 شهور؟ راه كثار من 4 شهور البنات وهي مهجوره. واش باقا شي علاقه محلله فهاد انك هاجر مراتك 4 شهور؟ راه لا يمكن. لهذا هي متشبته بهذا الزواج هذا فقط من اجل بناتها، باش يبقاو بنياتها في حضنها وتبقى حداهم هي وهما حداها. لان الا وقع الطلاق غادي تشتت على بنيتاتها، غادي تهبط للمغرب صافي، الى اجل مسمى. ما نعرف، غير مسمى، الى جاء اجل غير مسمى. امتى الله اعلم. امتى غترجع عدد البنات؟ الطريقه باش غترجع، واش تقدر تدخل عندهم ولا ما تقدرش؟ يقدر هو يدير لها بعض العراقيل القانونيه اللي يقدر يمنعها من الدخول كاع. ما عرفتش، يقدر يمشي معاها بعيد. المشكله انه واحد الانسان غير مؤهل باش انه يحتضن هاد البنات هادو، لا كاب ولا كانسان عادي، لانه غير مسؤول. السيد اللي تيشري عباد الله راسو الحوايج وكيشري راسو الماكله فقط وبناته كيشوفوا، هذا اب؟ هذا في نظركم اب؟ هذا ليس باب. انا ما نقدرش نشري راسي. حنايا كنعرفوا الوالدين الحقيقيين وهما اللي كيصبقوا وليداتهم على نفوسهم، لا في الاكل ولا في الشرب ولا في اللباس. كتخلي راسك انت الله يجعلك. هادشي كان من زمان. هو اللي حاسب راسو فقير تيقول انا فقير. واش اللي فقير كيمشي يشري لي سيرفات الغاليين والسبرديلات؟ واش هذا هو اللي فقير؟ اللي فقير ما تيكونش عنده لي ما يكسب ما يعلم ولا يلبس. هذا يعني كما تنقول لكم داير حسابه في راسو وداير بنكه كيف ما قالت. كاينه وحده اخرى ولا الله اعلم قالت كيف ما قالت هي، كيدوز الفلوس من هنا لهنا وكيدير داك القوالب.
لان ما يمكنش السيد اللي فقير وما عندوش الفلوس راه ما يمكنش يشري شي حاجه. هو صافي غير لقى السيده انها كتدخل واحد شويه ديال الفلوس باليوتيوب باش عايشه ومعيشه بناتها وباش كاسياهم وما مخليهمش جيعانين وما مخليهمش عريانين. قال صافي هذيك الدجاجه بكمونها، دابا غنولي نبتزها باش تولي تعطيني وتولي دير ليا. اش غادي نقول لكم، والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. الله يدير لها شي مسلك ديال الخير مع هذا السيد هذا. تخرج كما تنقولوا لا، تخرج كما تنقولوا بحال الشوكه من العجين، ولا بحال كما تيقولوا بحال الزغبه من العجين. والله لانه هذا السيد خطير جدا، ماشي سهل، ماشي انسان شي مادام تيبتزك وتيتفاوض معاك بالفلوس على ود واحد الفيزا باش تبقاي حدا بناتك. والسيد مني ما حنش قلبه نهار اللي هبطت الهبطه الاولى للمغرب وخرجت الخرجه الثانيه وما بغاش يدير الفيزا الا ومقرر ومصمم ان هاد السيده هادي غادي يعذبها. تقول خرجات لي تقول مديوره شي حاجه الله يستر، تقول خارجه لي فعود وسكينه. صافي هكا ولا تيشوفها كيبغي يعذبها وصافي عارفها هي بناتها متشبته بيهم. قال صافي هذا هو الحل الوحيد، غيولي هو جالس واكل شارب من سكينه وسكينه كتعطيه في الفلوس. ولكن معليش مول النيه كيربح، شتي مول النيه كيربح. الحمد لله اللي لقات منين كيف ما تنقولوا، اللي لقات منين تعطي ولقات منين تسلف. وما كون ما لقاتش، كون ما لقاتش منين غتعطي لهاد السيد هذا، منين غتعطيه؟ غيبقى يبتزها هكاك غادي تسمح في كلشي وغادي تمشي في حالها. على العموم الله يدير لها شي تاول ديال الخير، وان شاء الله يكمل معها في الاجراءات. هاد الخبر واخا باقي ما وقع، ولكن راه فرحنا البنات. نتمنوا يا ربي تحد نيت هاد المشاكل، راها صعيبه ان الانسان اللي حنا عاي كنتصنتوا وكنتفرجوا فيها وطبنا، فما بالك هي اللي عايشه المشكل وهي اللي عايشه القضيه ديالها بوحدها. راه ماشي ساهل، وكتشوفي في الوقت كيزاحم فك، راه حتى حاجه ما سهله البنات. لهذا اللي يطلب السلامه. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم باذن الله.